السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سمعنا كتير إن الكذب ملوش رجلين، لكن مع الشخص اللي قدامنا ده فالكذب ليه رجلين وإيدين وعينين وكل حاجة تقريبا. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. سنة 1954 في مدينة لونسول الفرنسية اتولد جان كلود روماند. والده كان بيشتغل حارس غابة ووالدته ربة منزل. جانو على حسب وصفه عاش طفولة سعيدة جدا، وقال إنه شاف حب كبير من والده ووالدته. جان كان طفل هادي ومتفوق في دراسته، لكن كانت أكتر حاجة شاطر فيها هي الكذب، وكان بيبرر كذبه ده بإنه بيحافظ على أعصاب والدته اللي على طول قلقانة. وتعدي السنين وبتيجي سنة 1971 وجان بيتخرج من المدرسة الثانوية وبتفوق، وجاب درجة عالية في مادة الفلسفة عن بحث كتبه بعنوان هل للحقيقة من وجود، وكأنه بالظبط بيوصف حياته اللي مفيش فيها أي حاجة حقيقية. المهم جان بعد ما خلص المرحلة الثانوية دخل كلية الطب، لكن للأسف هي سنة واحدة بس اللي درسها، وفشل إنه ينجح في امتحان السنة التانية. وطبعا جان كان ممكن يعيد السنة عادي وينجح، لكنه ما عملش كده، وما قالش لحد إنه سقط في الامتحان، وكذب على كل الناس، أهله وأصدقائه وحتى زمايله في الجامعة، وقال لهم إنه نجح وبتقدير عالي. والغريب إن محدش اكتشف كذبه، ولا حد من زمايله لاحظ إن اسمه مش موجود في كشوف الناجحين، وده راجع لإنه موهوب جدا في الكذب، وعنده قدرة يقنع اللي قدامه باللي هو عاوزه. وفعلا جان عجبته الفكرة، وبقى كل سنة بيحضر المحاضرات وبيذاكر، وقت الامتحان يختفي تماما، وأول ما تظهر النتيجة تلاقيه أول واحد حاضر وباين عليه التوتر، قال يعني الواد امتحن وقلقان من النتيجة. وبعدها بيدعي إنه نجح، وساعتها زمايله ما بيبقوش فاهمين أي حاجة. واحد ما بيظهرش في الامتحانات، وقت النتيجة بيظهر وبيدعي كمان إنه نجح. لكن سبحان الله، مفيش واحد منهم جه في باله إن جان ممكن يكون بيكذب، لأن النوعية دي مش موجودة كتير، أعتقد يعني، والله أعلم. واستمر الحال على كده لمدة 12 سنة، وجان كان أقنع أهله وقرايبه إنه بيعمل دراسات عليا، وهو في الحقيقة ما بيعملش أي حاجة وبيكذب عليهم طول السنين اللي فاتت. لحد ما بتيجي سنة 1983 ودكتور عنده في الجامعة شك في أمره أخيرا، وتم طرده من كلية الطب نهائي. جان خلال دراسته الوهمية حب بنت بتدرس صيدلة واسمها فلورانس كورلت، بس كانت علاقتهم متقلبة وكل شوية يتخانقوا ويتصالحوا. لكن في النهاية جان نجح إنه يخليها تعطف عليه ويصعب عليها، وطبعا عن طريق كذبة، وادعى إنه مرض خطير فأشفقت عليه. وفي النهاية الاتنين اتجوزوا سنة 1980، وكان ساعتها جان لسه في الكلية، أما فلورانس فكانت اتخرجت واشتغلت في صيدلية. ولما جت سنة 1983 وجان اتطرد من الكلية خلاص، أوهم كل الناس إنه اتخرج من كلية الطب ودراساته العليا وبامتياز. وطبعا مع انتهاء الدراسة ووجود زوجة، جان كان لازم يلاقي وظيفة. لكن وظيفة إيه لواحد لا كمل كليته ولا معاه أي شهادة، وفي نفس الوقت ما عندوش الجرأة إنه يعترف قدام أهله ولا مراته إنه كان بيكذب عليهم طول السنين اللي فاتت، وما كانش قدامه غير الحاجة الوحيدة اللي بارع فيها وهي الكذب. وساعتها جان اخترع لنفسه عمل وهمي، وأقنع أهله ومراته وكل الناس إنه شغال عالم وباحث مرموق في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف. حقيقي أهي دي الشغلانة ولا بلاش. وللعلم إن جنيف السويسرية كان بينها وبين البلدة اللي عايش فيها جان ومراته على الحدود 5 كيلو بس. وكان جان بيصحى كل يوم الصبح، يفطر ويودع مراته، ويركب عربيته علشان يروح شغله في الناحية التانية من الحدود في مدينة جنيف. واستمر جان على الكذبة دي لمدة 10 سنين. بس الغريب هنا هو ازاي مراته مفيش ولا مرة اتصلت بيه في مقر عمله، وكمان معقول مفيش أي حد من أهله أو قرايبه سأله في مرة عن طبيعة عمله، أو حتى حد من أصدقائه فكر يزوره في مقر عمله. وازاي كمان قدر يخبي الحقيقة لمدة 10 سنين؟ شوفوا، جان كان مرتب كل حاجة وعامل حساب الصغيرة قبل الكبيرة، وأقنع مراته ما تكلموش في مقر عمله لأن وظيفته حساسة وعلى طول عنده اجتماعات وتنقلات كتيرة، ونفس الحجة أقنع بيها أصدقائه علشان محدش يفكر يزوره. أما عن طبيعة عمله فكان بارع في الإجابة على كل الأسئلة، وده لأنه اشترى كل الكتب والمجلات اللي ليها علاقة بمنظمة الصحة العالمية، وجمع معلومات كتيرة عن طبيعة العمل وعن نشاط المنظمة. ولمدة 10 سنين
جان كان كل يوم الصبح بيخرج من بيته على أساس إنه رايح الشغل، وبيفضل ماشي بالعربية لساعات طويلة، أو ينام شوية في العربية، وأحيانا كان بيعدي الحدود ويقعد في صالة انتظار مطار سويسري موجود على الحدود. المهم إنه كان بيحاول يعدي الوقت بأي طريقة لحد ما بتيجي الساعة 4 ويرجع تاني على بيته كأنه لسه راجع من الشغل. وحقيقي أنا مش عارف إيه البهدلة دي وعلشان إيه. يمكن علشان ما يظهرش إنه كذاب في نظر اللي حواليه وتتهز صورته قدامهم. ممكن. بس الأكيد إن الكذب ده هيكون ليه نهاية، وساعتها العواقب هتكون أكبر. وطبعا نتيجة الوقت الطويل اللي كان بيقضيه في الشارع، جان اتعرف على واحدة اسمها شانتيل ديلاندي، طبيبة أسنان مطلقة، ونشأت بينهم علاقة. براعة جان في الكذب ما يختلفش عليها اتنين، لكن في نفس الوقت الوظيفة الوهمية دي ما بيجيش من وراها فلوس. فازاي جان كان بيصرف على أسرته، وخصوصا إنه بقى أب لطفلين، وكان عايش حياة جيدة، وبياكل أحسن أكل وبيشتري أغلى لبس. فكان بيجيب الفلوس دي منين؟ سؤال مهم برضه، بس أكيد انتوا عرفتوا الإجابة. الفلوس كانت أول حاجة تيجي في بال جان بعد ما اخترع وظيفته الوهمية. هو كذاب، بس مش مغفل يعني. جان ادعى إنه من خلال عمله في منظمة الصحة العالمية جات له فرصة ذهبية، وهي إنه يودع أمواله في حساب مصرفي استثماري بنسبة فايدة عالية جدا، 18% على أصل الوديعة وبعد الضرايب كمان. كذبة مغرية فعلا، خلت والده ووالدته يدوله مبلغ من المال ويبقى باسمهم في الحساب ده، وعمه كمان اداله فلوس، ووالد مراته اداله مبلغ كبير، وباع بيته واداله المبلغ بالكامل، وحتى عشيقته اداته 900 ألف فرنك، علشان يبقى مجموع اللي حصل عليه جان ما يعادل أكتر من 2.5 مليون دولار. مش بس كده، جان عم مراته أصيب بالسرطان، فقدر يقنعه إن عنده دواء سري في المنظمة وليه قدرة عجيبة على الشفاء، وسعر الحقنة الواحدة 15 ألف فرنك سويسري. وفعلا اشترى الراجل المريض كذا حقنة، وما يعرفش إن كلها عبارة عن حقن مسكنات. سعر الحقنة الواحدة ما يزيدش عن 5 فرنك. ملوش حل جان ده الصراحة. وطبعا احنا عارفين إن حبل الكذب قصير، على الرغم من إن حبل جان استمر أكتر من 22 سنة، لكن في النهاية كان لازم الحبل ده يتلف حوالين رقبته. جان إسرافه الشديد والفوائد اللي وعد بيها أصحاب الأموال خلصت على كل الفلوس اللي جمعها. وكانت أول أزمة يمر بيها لما والد مراته طلب منه سحب جزء من أمواله، لكن بعد أسبوعين والد مراته ده توفى بعد ما وقع من على السلم، والوحيد اللي كان معاه في البيت ساعتها هو جان. والحادثة اتأيدت قضاء وقدر. ومع بداية سنة 1993 عشيقته طلبت منه فلوسها بالكامل، وفي نفس الوقت شكوك مراته فلورانس يوم بعد يوم كانت عمالة تزيد. الشكوك دي بدأت تزيد لما قابلت بالصدفة مرات موظف حقيقي في منظمة الصحة العالمية، وسألتها عن سبب عدم حضورها لحفل رأس السنة السنوي للمنظمة، واللي بيحضروا كل الموظفين بزوجاتهم. وكانت الصدمة الكبيرة لما قال لها أحد الأصدقاء إنه حاول زيارة جان في مقر عمله في جنيف، وتفاجئ إن جان اسمه مش موجود في سجلات الموظفين. ولما اتصلت بنفسها بالمنظمة اتأكدت من الأمر نفسه. ولما واجهت جان حاول يتهرب بكذبة جديدة، لكن المرة دي فلورانس ما صدقتش. وساعتها جان اتأكد إن نهاية رحلة الكذب قربت تنتهي. وعلى طول تاني يوم الصبح راح اشترى بندقية عيار 22 وكاتم صوت وصاعق كهربائي وعبوتين غاز مسيل للدموع، وطلب تغليفهم. وفي طريق عودته للبيت اشترى عبوات من وقود الكيروسين. وفي فجر يوم 9 يناير سنة 1993 جان هاجم مراته وهي نايمة وضربها بأداة مطبخ خشبية لحد ما ماتت. وتاني يوم الصبح قال لأطفاله إن أمهم نايمة تعبانة، وقضى معاهم اليوم بشكل طبيعي، وحضر لهم الأكل واتفرجوا على التلفزيون. ولما جه ميعاد النوم أخد بنته الكبيرة كارولين اللي عندها 7 سنين ودخلوا أوضتها، وهناك ضربها رصاصة من البندقية في دماغها. وبعد كده رجع لابنه أنطون اللي عنده 5 سنين، وأخدوا القطه وقتلوا بنفس الطريقة. وبكده يبقى خلص على أسرته، فاضل بس والده ووالدته. فتاني يوم الصبح راح لهم البيت واتغدى معاهم، وبعد ما خلصوا الغدا راح لعربيته وجاب البندقية وقتلهم. وحتى كلب العيلة العجوز قتله هو كمان. يلا بجملة بقى. وبكده يبقى ما فاضلش غير عشيقته، أخدها معاه في عربيته لطريق مقطوع، وقف العربية بحجة إنها عطلانة، وبعد كده حاول يهاجمها بغاز مسيل للدموع ويخنقها بالحبل، لكنها فضلت تقاوم وتترجاه يسيبها، وأقسمت إنها مش هتقول لحد على اللي حصل. وفي النهاية سابها بعد ما اعتذر وقال لها إنه بيمر بحالة عصبية. جان بعد كده رجع على بيته،
وكانت جثث مراته وعياله لسه موجودين، فرش البيت بالكيروسين وأخد جرعة كبيرة من الحبوب المنومة وولع النار في البيت في محاولة منه للانتحار. وفي فجر يوم 11 يناير سنة 1993 وصل رجال الإطفاء بعد بلاغ عن حريق، وعلى طول طفوا الحريق ولقوا جان موجود وفاقد الوعي، ولقوا كمان جثث مراته وعياله. جان نقلوه على المستشفى والأطباء أنقذوا حياته، وفي نفس الوقت الشرطة كانت لقت جثة والده ووالدته هما كمان. في البداية جان التزم الصمت ورفض يتكلم مع الشرطة، لكن بعد ضغط التحقيقات انهار واعترف بكل حاجة. وأثارت القضية صدمة كبيرة في فرنسا، مش بس لبشاعتها ولكن كمان للشكوك اللي كانت حوالين محاولة انتحاره، لأنهم اكتشفوا إنه أخد حبوب منومة منتهية الصلاحية. وكمان طريقة إشعال الحريق ووقته رجحت احتمال إنه كان بيسعى للنجاة مش للموت. وفي يونيو سنة 1996 وقف جان قدام المحكمة في باريس، وصدر الحكم بسجنه مدى الحياة. وخلال فترة سجنه اتشخص بأنه مصاب باضطراب الشخصية النرجسية، وده اضطراب بيخلي صاحبه عايش في وهم العظمة وشايف نفسه محور كل حاجة وغير قابل للنقد. وتحولت قصة جان لكتير من الكتب والأعمال السينمائية، أشهرها فيلم تم إنتاجه سنة 2002. جان عاش عمره وهو راسم لنفسه صورة وهمية من الكذب وعلى أقرب الناس ليه، وما كانش عنده استعداد إن الصورة دي تتهز أبدا. وحتى بعد ما انكشف شاف إنه يتخلص منهم أفضل ما يبان قدامهم إنه كذاب وفاشل، وما فكرش حتى إنه يعتذر، ويمكن ساعتها كانوا سامحوه. حقيقي جان ده كذاب مع مرتبة القرف. وفي النهاية، يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.